ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اول فيديو بعد ما خلصت ثانوية عامة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت اول فيديو ارجع بيه بعد ثانوية عامة يكون ليه علاقة بثانوية عامة بشكل ما. وانا كتبت ال10 حاجات اللي انا اتعلمتهم في سنة، يعني في خلال ثانوية عامة كلها في فترة الامتحانات، عشان خلاص كنت يعني برفلكت كده على السنة وايه اللي ممكن اكون اتعلمته. وهما طلعوا معايا 10 بجد، يعني انا ما جمعتهمش، هما طلعوا معايا كده فمش مشكلة، يعني مش عارفة ايه حوار ال10 معايا. يلا نبدأ بأول حاجة اتعلمتها، وهي أهم حاجة حرفيا، هي إن القلق أو التوتر أو التفكير في المجهول أو المستقبل عامة حرفيا مش هيوديك في أي حتة، وبيضيع وقتك وملوش لازمة خالص حرفيا. يعني أنا عارفة إن هي ممكن تكون حاجة كليشيه، بس احنا طول السنة بنبقى مبرمجين ان احنا نقعد نفكر في ماذا بعد، في المجهول، في بعدين. نبقى داخلين على امتحان نفكر في بعد الامتحان. عايزين قدام على طول، احنا طبيعتنا بنبقى مستعجلين. بس لما شفت ده خلال السنة، ولما انا كمان اتسحلت فيه، لقيت ان حرفيا الموضوع بيضيع وقت بشكل مش طبيعي. وبخرج، يعني انا مثلا لما بخرج من التخيل بقى والسيناريوهات اللي بتطلع في دماغي، بلاقي ان انا ما استفدتش اي حاجه، الا لو انا مثلا في سيناريو وحش جه في بالي، بس نفسيتي بتبقى مش حلوه وحرفيا بقعد قلقانه وستريسد على الفاضي. بيبقى في اعراض جانبيه للستريس ده اصلا، يعني على جسمي وعلى نفسيتي. وانا يعني في غنى عن ده، يعني انا ممكن، وفي طرق كتير قوي ان الواحد يقدر يمانج بيها الاسترس بتاعه عامة في الحياة. وبرضه الموضوع مش على السنة دي بس هو السنة دي اكتر سنة يعني بتكتشف فيها حوار القلق من المجهول ده. فبعدين في الحياة كمان في حاجات هنقلق منها لسه، بس لازم الواحد يركز ان حرفيا ده مش هيوديه اي حتة، وان ده يا الا مش هيضيع وقته، يا الا هيخلي نفسيته اوحش، هيوديه حتة مش حلوة وحرفيا هي في الأول في الآخر حاجة ما نعرفهاش. حاجة ساعدتني قوي إن أنا أفهم أكتر الموضوع ده، هي قصة سيدنا موسى في سورة الكهف. لما كان رايح مع سيدنا الخضر، الصراحة عرفت قد إيه يعني إن دي حرفيا حاجة طبيعية جدا في البشر، بس لازم الواحد برضو يتعامل معاها بطريقة صح عشان بس ما تستهلكوش. تاني حاجة اتعلمتها وهي ان الامتحانات التجريبية، اللي هي مش الامتحان الأخير خالص، الهدف منها الأساسي مش ان احنا نقيم نفسنا ونقيم مذاكرتنا. يعني احنا بنبقى داخلين الامتحان ايا كان، امتحان شهر، امتحانات مثلا، مراجعات، ايا كان، عشان احنا عايزين نشوف درجتنا ونقيم نفسنا في المادة دي. بس ده مش صح، وكل المدرسين بيأكدوا على الموضوع ده، يعني بالذات في بداية المراجعات، لأن دي الفترة اللي بتبقى أكتر فترة فيها ضغط. فالامتحانات التجريبية عامة بيبقى الهدف الأساسي بتاعتها إن احنا نعرف شكل مسائل جديدة ونعرف منها معلومات جديدة، من الآخر نتعلم منها. بس برضو زي أي حد أنا وقعت في الأول في حتة إن أنا جبت الدرجة دي ليه، وطبعا ما ببصش على الحاجات اللي أنا غلطت فيها، وده حرفيا أكبر غلط وأكتر حاجة يعني خلتني يعتبر كأني ما امتحنتش، كأني ما استفدتش اي حاجه، كأني ضيعت الوقت اللي انا امتحنت فيه ده. لان انا استفدت ايه لما حليت امتحان؟ لما حليت اسئله انا عارفه اجابتها، يعني خلاص انا حليتها وحليتها صح، ايوه انا استفدت ايه؟ لكن لما احل اسئله واحلها غلط واتعلم حاجه جديده، انا خدت زياده. والموضوع ده يعني ممكن كمان ناس تكتشفه في الاخر خالص، في وقت بقى الامتحانات وكده، يعني مع ان المدرسين بيأكدوا عليه من الاول. بس انتوا لو لسه هتدخلوا ثانويه عامه، فلازم تركزوا من الأول إن الامتحانات دي تجريبية، انتوا بتتعلموا منها مش بتقيمكم. تالت حاجة اتعلمتها وهي المشتتات، مش التليفون بس. دايما بيقولك أكبر مشتت هو التليفون، ودي حقيقة، هو فعلا أكبر مشتت هو التليفون.
ولكن مش هو المشتت الوحيد. يعني أنا لما أمسك تليفوني وأقفله وأحطه يعني أديه لماما أو أخبيه من نفسي أو أي حاجة عشان المذاكرة وكده، ده مش هيخليني أقعد أذاكر على طول بسهولة وبسلاسة، لأ. وأنا اكتشفت ده لأن أنا بتشتت بسرعة جدا من أي حاجة، بالذات وقت المذاكرة، لأن الموضوع ده بيبقى أكتر حاجة مملة. بس كنت بضحك على نفسي، بقول أنا كده كده قافلة تليفوني، مش فاتحة الانستجرام، مش فاتحة الفيسبوك، مش بعمل أي حاجة على التليفون، فأنا كده بقى مش مهم، مش مشكلة، مفيش مشكلة. ولكن اكتشفت ان انا بضحك على نفسي وان انا بتشتت بحاجات كتير قوي. حتى لو انا قاعده طلعت بره مثلا، قاعده بتكلم مع اهلي، او مثلا قاعده بلف في الاوضه، او قاعده بفكر، او قاعده بكتب، حتى قاعده بعمل اي حاجه مش المذاكره، او مش هتجهزني او هتأهلني ان انا اقعد اذاكر، فده كله يعتبر تشتيت. بس احنا عشان احنا مركزين قوي على التليفون، وعشان هو فعلا فعلا اكبر مشتت، فهو ده اللي بيشغل بالنا، وبنحس ان ضميرنا مرتاح لما بنقفله وبنحطه على جنب. بس هي مش ده الموضوع، يعني هو ده مش الموضوع ومش ده الاساس، لان المشتتات يعني حاجه بتبعدك عن هدفك الاساسي اللي هو بيبقى في الوقت ده المذاكره، او ايا كان عامه في الحياه. بس عشان الواحد ساعات بجد بيبقى بيضحك على نفسه، بيقول انا خلاص انا قفلت التليفون وبكده هقعد اذاكر بكل سهوله، ومش دي الحقيقه. فالموضوع كله اختيار مش اكتر. رابع حاجة اتعلمتها وهي ان كل واحد بيتعامل مع الضغط والسترس بشكل مختلف على حسب شخصياتهم وعلى حسب البيئة اللي هما كبروا فيها وكده. انا عارفة ان الحاجات اللي اتعلمتها دي كلها ملاش يمكن علاقة ببعض قوي، بس هي كلها حاجات عامة واتعلمتها من ثانوية عامة، حتى لو هي ممكن ما تكونش مربوطة قوي بثانوية عامة، او تكون مربوطة بس بثانوية عامة، بس يعني جروني الاخر. فرابع حاجة اللي هي ان كل واحد بيتعامل مع الستريس او الضغوط بشكل مختلف. انا اتعلمتها عشان انا شفت يعني من صحابي كل واحد بطريقة مختلفة قوي بيتعامل بيها مع الستريس بتاعه خلال ثانوية عامة، بالذات فترة الامتحانات. وناس كتير كانت على الفيسبوك مثلا بتجادج الناس اللي مثلا بتعيط، او الناس مثلا اللي هي بتعمل حاجات معينة، بس محدش فيهم فاهم ان كل واحد على حسب شخصيته وعلى حسب قدرته النفسية وعلى حسب هو حاسس ايه وقتها ومن ايه اصلا، مش شرط يكون من الحاجة اللي في دماغنا بس. فاحنا لازم ان احنا نتقبل ده ونستوعب ده، بس يعني مش لازم، يعني حتى مش لازم نتقبله لو هي حاجة مؤذية عامة يعني. بس على الاقل نستوعب ان كل واحد بيتعامل على حسب شخصيته مع الحاجات دي بالذات، فان احنا نبقى تمام ونستوعب صحابنا لو هما بيتعاملوا بطريقة مختلفة، مثلا هما مثلا حساسين زيادة فبيتعاملوا مثلا بيعيطوا مثلا وقت امتحان، حتى لو امتحان مش حقيقي، يعني مش امتحان اخر السنة، امتحان شامل حتى، نقدر نستوعب ده، نقدر نستوعب مثلا خوفهم من شيء معين ونستحمل ده. لو احنا حتى يعني انا كنت من النوع اللي هو لا يبالي وعادي مش فارق معاه قوي، او مش بعيط على شيء اكاديميكلي عامه يعني، معرفش، بس ده انا يعني ممكن اعيط على حاجات تانية بس مش حاجه اكاديميكلي او في ثانويه عامه. بس انا كنت بفهم صحابي اللي بيعملوا غير كده لان دي شخصيتهم، فانا يعني لازم احترم واستوعب ده كويس قوي. سادس حاجه اتعلمتها وهي ان حاجات كتير قوي بتبقى في دماغنا مختلفه عن الواقع بشكل مش طبيعي. يعني انا ممكن اتخيل حرفيا حاجة في دماغي كبيرة في دماغي جدا جدا جدا، وفي الواقع الموضوع يبقى اسهل من كده بكتير. يعني مثلا احنا كلنا كدفعة في ثانوية عامة، مش كدفعة في المدرسة، كدفعة عامة، دفعة 2025، كنا مجمعين على ان احنا متخيلين، كنا متخيلين عن الامتحانات او اللجنة نفسها حاجة، ولما دخلنا اكتشفنا حاجة تانية خالص. الموضوع كان مرعب اكتر في دماغنا، الموضوع كان، انا نفسي كنت قبل ما اروح حتى او الامتحان بتاع اول يوم اللي هو مش مضاف، انا عشان مش عارفة انا داخلة على ايه ولا ايه اللي هيحصل جوه والناس بتقول حاجات كتير، والموضوع
بيخلوه بشكل مرعب. في دماغي الموضوع كان كبير قوي، بس اول يوم لما رحت ولقيت ان هي لجنة عادية جدا، مراقبين كويسين، الدنيا لذيذة، وده طبعا اكيد مش بيبقى في كل مكان، بس الحمد لله يعني ربنا رزقني باللجنة، كانت كويسة ولذيذة، وما كانش دايما كده، بس اول يوم ده كان كده. وده لما رجعت طمني جدا وحسيت ان الموضوع كان في دماغي، كان اصعب بكتير. وقعدت يعني obsess على حاجات صغيرة قوي، القلم، حاجات صغيرة، حاجات ما فرقتش معايا لما رحت اللجنة. هاخد دي ولا لأ، هعمل دي ولا لأ، الحاجات دي كلها حرفيا ما فرقتش معايا. مش بتكلم على الحتة دي بس هي حرفيا عامة في الحياة حاجات كتير قوي بتبقى جوه دماغنا أكبر بكتير وأصعب بكتير من ما هي في الحقيقة. فالواحد لازم برضو ان هو يركز مع ده، ويعرف ان هو يهدي نفسه ويفكر نفسه بالوقت اللي هو فكر في حاجة ان هي صعبة قوي في دماغه وطلعت في الحقيقة سهلة. حاجة كمان اتعلمتها هي ان الثانوية نفسها، ثانوية عامة نفسها، الموضوع مش في امتحان اللي هو الورق اللي هو احنا هناخد بيه المجموع. ده جزء، ولكن البروجرام نفسه بتاع الثانوية عامة كامل والنظام كلها اختبار لطاقتك، اختبار لنفسيتك، اختبار لصبرك. الصبر حرفيا يعني اللي قال ان الصيد بيعلم الصبر ما دخلش ثانوية عامة بجد. يعني الواحد بجد بيقعد صابر يعني 11 شهر قاعد كده مستني اللحظة اللي هو يخلص فيها، بس الحمد لله الوقت بيعدي والدنيا تمام يعني. حاجة كمان اتعلمتها وهي ان لازم الخطة بتاعتك ايا كان، خطة مذاكرة او خطة في الحياة او اي خطة هتعملها، اي حاجة فيها planning لازم تبقى مرنة ولازم تتغير. مفيش حاجة هتفضل ثابتة، مفيش حاجة هتمشي عليها كده structured زي الروبوت، لان احنا بني ادمين، فاحنا اكتر شيء متغير وكل حاجة حوالينا بتتغير. فانت لازم تبقى عامل حسابك ان الخطة دي مش تفضل ثابتة. يعني لو انت عامل خطة اسبوع مش تفضل ثابتة خلال الاسبوع، لان انت مش عارف ايه اللي هيحصل، انت مش عارف تغيرات الانرجي بتاعتك هتحصل ازاي ولا امتى، هل هتقدر تعمل كل ده ولا لا. وعشان ما تجيبش النتيجة عكسية كمان ان انت تضغط على نفسك ويجيلك بيرنت اوت وبعد كده ساعتها مش هتعرف تكمل بقية الخطة خالص. فعشان انا كان عندي مشكلة perfectionism في ان انا خلاص انا عملت بلان لازم امشي عليها وكده، واكتشفت ان انا حرفيا بغيرها كتير قوي، وساعات كتير قوي مش بمشي عليها وبعمل خطة تانية خالص. بس ده مش معناه ان احنا ما نعملش خالص من الاساس خطة، يعني عادي ان احنا نعمل خطة ونبدأ، ده شيء مهم وساعات بنمشي عليها، بس انا بتكلم ان عادة هي بتتغير زي اي حاجة تانية بتتغير حوالينا. حاجة تانية اتعلمتها وهي ان الداي دريمينج، او ان احنا نقعد نتخيل ما بعد ثانوية عامة، او نتخيل مثلا ما بعد فترة معينة، او لما نبقى مثلا لما نوصل لهدف معين، او اي حاجة احنا عايزينها. هو حلو وكل حاجة وبيبقى طريقة للمانيفستيشن، بس لو عملناها كتير هتبقى بتضيع وقت وبتستهلك طاقة على الفاضي. وكمان مش بتسرع الوقت، يعني لو احنا بنعمل حاجة زي كده عشان بس ايه تهدينا او مثلا تخلينا حاسين احسن، او بس لمجرد تخيل الجول، اوكي مفيش مشكلة. بس حاسة ان انا بضيع وقت كتير قوي في الموضوع ده. انا يعني كل يوم ممكن اقعد افكر في نفس المشهد اللي في دماغي، وده كان مش بيوديني اي حتة ولا وبيضيع بس وقتي. ده برضو في الوقت اللي هو انا كنت بشيل فيه التليفون، برضو ده كان بيبقى يعتبر شيء من التشتت. تاسع حاجة اتعلمتها وهي ان احنا كلنا بنخاف ايا كان، احنا بنخاف بايه، الاختلاف في الخوف. كلنا بنخاف من شيء معين، بس الفرق في ازاي الخوف ده بيأثر علينا على حسب كل شخص. انا ممكن اخاف وستيل امشي واكمل حياتي عادي، بس في ناس تانية ممكن تخاف وتقف قدام الخوف ده ومش عارفة تتحرك قدامه وما تعملش اي حاجة عشان تكسر الخوف ده.
وده طبعا يعني حاجة سلبية ومفروض الواحد يشتغل عليها. طبعا هي على حسب شخصية كل واحد. انا عارفة ان البوينت دي شوية ليها علاقة ببوينتس قلتها قبل كده، بس انا حاساها مختلفة عشان الخوف بالنسبة لنا بيبقى حاجات ساعات بيبقى intrinsic اكتر. يعني الخوف من ان احنا مثلا ما نقدرش، ما نكونش قدها، من خوف ان احنا ما نكونش قادرين نعمل شيء معين، او ان احنا نبدأ في حاجة وما نكملهاش يعني، او الخوف من نفسنا يعني عامة، مش الخوف من حاجات external. اخر حاجة وهي ان المجهود في الشيء لا يساوي النتيجة في نفس الشيء. يعني عادي جدا ان احنا نحط مجهودنا، يعني نعمل مجهود في شيء معين وما ناخدش النتيجة بمجهودنا كله في الشيء ده. ممكن ناخد نتيجة في حاجات تانية بعدين، او ناخدها بشكل مختلف عن ما تخيلناه، عشان احنا مثلا ممكن نفتكر ان احنا خلاص احنا اجتهدنا قوي قوي في شيء معين، مثلا المذاكرة، فاحنا لازم نجيب في الامتحان كذا على قد المجهود ده. بس مش شرط، انت ممكن تاخد المجهود ده. انا عارفة ان الكلام ده بيتقال كتير، بس انا يعني فهمته قوي لما دخلت ثانوية عامة، لان انا كنت دايما بقول ماشي بيقولوا كده وخلاص، بس انت لو ذاكرت كويس قوي قوي كده كده هتجيب مجموع حلو، او هتجيب مثلا درجة كويسة في الامتحان الشامل مثلا ده. بس لقيت ان لا، مش شرط خالص، وان احنا الموضوع بيبقى شوية تراكمي يعني. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي، وباي باي.